مرحبا بكم أعزائي عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان. نحن أمام قرار مفاجئ وصادم بكل المقاييس، قرار لم يتوقعه أحد. جاء من ناد هو الأكبر في آسيا، إنه نادي الهلال السعودي الذي أعلن انسحابه الرسمي من بطولة كأس السوبر السعودي. ولكن ما هو السبب الحقيقي لذلك؟ قرار صادم لم يتوقعه أحد، ولكن برأيك ما هو السبب الحقيقي لذلك؟ هل هو انسحاب تكتيكي للفريق أم أنها رسالة احتجاج على موقف أو حدث ولم يعلمه أحد؟ ابقى معي حتى نهاية هذا الفيديو، والحكاية فيها ما فيها. نادي الهلال نشر بيانا رسميا عبر حساباته أعلن فيه بشكل مباشر الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، لكن اللافت في البيان لم يكن الانسحاب نفسه، بل السبب الذي ذكره النادي، وهو الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنبا للإرهاق البدني في هذا التوقيت الحساس. ولكن يا صديقي، فريق بحجم الهلال ينسحب من بطولة رسمية بسبب إرهاق اللاعبين؟ هناك شيء يحدث خلف الكواليس، ولكن أريد أن أخبرك أن هناك فرق كبيرة فضلت راحة لاعبيها على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما كان غريبا أن يتخلوا عن كل هذه الأموال من أجل الحفاظ على راحة اللاعبين، إلى أن الأيام أثبتت أن هذه الفرق كانت تتصرف بحكمة، حيث أن راحة اللاعبين قبل بداية الموسم من المفترض أن تكون على الأقل 28 يوما، وهذا ما تعارض مع بداية الدوري وفترة راحة لاعبي الهلال، وهو ما سيتعارض أيضا إذا فضلوا المشاركة في الدوري السعودي مع معسكرات المنتخبات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وإذا سارت الأمور كما خطط لها، كان من المقرر أن يواجه الهلال فريق التعاون في نصف نهائي البطولة حسب النظام الجديد الذي اعتمد هذا الموسم، لكن الهلال بحسب بيانه طالب مسبقا بتعديل جدول المباريات لأنه يتعارض مع فترة الإعداد المهمة للموسم الجديد. ولكن كان الرد غير مجد وغير كاف، حيث أن النادي أوضح أن الاقتراحات التي تلقاها من اللجنة المنظمة لم تكن كافية لضمان جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا. هنا تبرز نقطة مهمة جدا: الهلال لا يريد أن يغامر بلاعبيه، خاصة بعد موسم طويل ومرهق مليء بالمباريات في الدوري ودوري أبطال آسيا والبطولات المحلية الأخرى. ما إن انتشر البيان حتى انقسمت الآراء، ولكن هذه التصريحات وجدت آراء عدة، حيث أن البعض قال أن هذا قرار حكيم، فاللاعبين بشر وليسوا آلات، والموسم لم يبدأ بعد، وآخرون اعتبروا الانسحاب هروبا من المسؤولية أو حتى تقليلا من قيمة بطولة كهذه. السؤال الأكبر: هل الهلال أخطأ في هذا القرار أم أنه اتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب؟ ولكن من رأيي أنا أن هذا القرار يحمل رسالة غير مباشرة للاتحاد السعودي، ربما هي دعوة لإعادة النظر في جدول البطولات وضغط الموسم. أيا كان تفسيرك لهذا الانسحاب، فما فعله الهلال ليس سهلا بالمرة، ولا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام. نادي كبير ينسحب من بطولة كبيرة، هذا ليس أمرا عاديا وغير مسبوق، ولكن أريد أن أرى تفسيرك لهذا القرار في قسم التعليقات، وأسعدنا بالإعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء.